يعني ايه زمن المضارع المستمر في الانجليش؟ يعني مثلا لما اقول I'm speaking English I'm speaking in English at the moment now دلوقتي، يبقى المضارع المستمر بيتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، لكن المضارع البسيط بيتكلم عن حاجة بتحصل في العموم. ده الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. ف I'm speaking in English, I'm talking with my friend, I'm talking with you, I'm doing something دلوقتي. لكن لما بقول جملة في المضارع البسيط دي بتتكلم عن شيء بيحصل في العموم أو في المطلق. يعني مثلا لما أقول I can write with my left hand for example I can write with my left hand، أنا بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي؟ طبعا لا، أنا بتكلم عن حاجة بتحصل في العموم in general. لكن لما أقول I'm writing with my left hand يبقى أنا دلوقتي at the moment، أنا دلوقتي ماسك البن وبكتب دلوقتي. I'm writing with my left hand at the moment، ده مضارع مستمر. لكن لما اقول I write with my left hand معناها ان انا بعرف اكتب بايدي الشمال. ده الفرق بين الاتنين، المضارع البسيط والمضارع المستمر. and good luck.